السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الريكورد ال22 للعبة سبيشال كيس. الريكورد دوت بتاريخ 6/6/2025. المكان اللي أنا فيه دوت هو اللي أنا كنت بتست فيه الجيم بلاي ميكانكس في اللي أنا كنت بتكلم عليها في الريكورد اللي فات يعني. هنا حطيت عربية وحطيت عساكر وحطيت الأوبجكتس الديستراكتبل ديت في المكان، وابتديت أتعامل معاهم، خليهم ينتراكتوا مع بعض. الميلي أتاكس غيرتها عن المرة اللي فاتت لأنها كانت إنك بتجري وتضرب بس برجلك. خليتهم 5 أكشنز ورا بعض، معتمدين أنت دوست الانبوت بتاع الأتاك إمتى عشان يشغل الضربة اللي بعدها. كنت خدت شوية فيدباك عن اللعبة، فابتديت كذا حد يعني كان كلمني في حتة الكواليتي الجرافيكس، إن اللعبة ناقصة افكتس كتير وباين أوي إنها كرتونية، كانها شوية مربعات شوية، كانها يعني لعبة قديمة جدا، هو الفترة بتاعت 2002 2001. يعني مفيش تفاصيل في المباني أو في الشوارع أو في الناس أو في أي حاجة عامة. فالمهم لما ابتديت أسرش شوية عشان أعرف إيه المشاكل اللي ممكن تتحل، لقيت إن أنا الكواليتي بتاعت المباني والحاجات ديت قليلة عشان النورمالز بتاعت النورمالز والميتاليك والرفنس. أنا كنت بحط الديفولت اللي أنا عامله في بلندر، كنت فاكر يعني أنا في بلندر بعدل عليهم حلو بيبقوا كويسين، لما باكسبورت بدخلهم هنا كل حاجه بتريفيرت، كل الفاليوز اللي انا كنت عاملها في بلندر بتريفيرت للنورمال. انا مكنتش واخد بالي انها هنا بتريفيرت، كنت فاكر ان هو ده العادي بتاع يونيتي مثلا. فالمهم ابتديت اعدل فيهم واحده واحده عشان يشتغلوا. حاجه تانية ظبطتها في السيتنجز، ان دلوقتي الجيم سيتنجز اهيت ديت بقت شغاله، يعني ممكن تعدل الفيلد اوف فيو، تخفي الماب، تغير السنسيتيفيتي، تخلي الهنتس ظهر او لا، وهكذا. وضفت خانة بتاعت الساوند، خليته كلايرز، يعني ما بقاش لاير واحدة، في الأول كان كله في الماستر بس لا قسمتها لايرز. وفي خانة بتاعت الكنترولز بتاعت الدراعات بتاعت الإكس بوكس أو الكيبورد، لما عايز تعرف مثلا إيه الأكشنز اللي أنت تدوس عليها عشان تمشي تنط تستعمل سوبر باورز، حطيتها كلها في الصفحة دي. من الحاجات برضو لما انا ابتديت اخد فيدباك واسرش ايه اللي انا ممكن اعمله عشان احسن في الكواليتي بتاع اللعبه، غير ان انا غيرت في الفاليوز بتاعت الماتيريالز النورمالز والرفنس وكده. الديكالز، ابتديت ازود ديكالز اكتر في الماب. يعني هتلاقي ديكالز دلوقتي بقت على الارض، بالصدفه هتلاقي ديكالز جنب مثلا الثلاجات، جنب الحاجات ديت. والافكتس برضو حاجه من الحاجات اللي انا ما كنتش عامل حسابها خالص. يعني انت دلوقتي لما بتجراب اوبجكت هتلاقي الاوبجكت دلوقتي بقى حواليه نار، فالنار ديت بتعرفك ان الاوبجكت دوت في ستيت معينه، مش طاير وخلاص. نفس الكلام برضو لما تمشي على الارض او تمشي على الحيطان او تنط او تعمل داش، كل الكلام دوت عملت له افكت. وعملت اللي هي الهيلث بوشن اللي هو لسه واخدها ديت، لو الهيلث بتاعك 1000 هي بتزوده لك تاني. في الاول اصلا ما كانش فيه هيلث، يعني الهيلث في الاول كان انفينيت، مهما اتضربت مهما حصل انفجارات جنبك انت ما بتموتش. دلوقتي لا، خليتك الهيلث بتاعك بيقل وبيظهر بقى في اليو اي برضو حاجه من الحاجات الكبيره اللي انا اشتغلت عليها الفتره دي، فتره بين الفيديو ده والفيديو اللي فات شهرين تقريبا. الانيميز بقيت انت بالنسبه لهم عباره عن ستيتس، يعني اما الانيميز في حاله ايدل ان هو بس جاردنج بيحرس مكان معين او باترولينج مثلا، او في حالة ان هو شايفك فبيجري وراك، او في حالة ان هو كان شايفك وبيدور بقى عليك بيشوفك رحت فين. فالستيتس دي كلها بقت بتظهر في اليو اي في السامبوكسه اللي فوق على الشمال دي بتقولك الستيت بتاعت الانيميز اللي حواليك، هل هم شايفينك، هل هم بيدوروا عليك، هل الستيت بتاعتك خلاص ان هم كانوا بيدوروا عليك ونسيت. برضه من الافكتس الازاز دوت بيتكسر وبيطلع صوت. يعني كده الستيت بتاعت الانيميز خلاص ما حدش بيدور عليك طالما جت الدايره دي. اللي فاتت كانوا بيسرشوا اللي هو المثلث دوت والمثلثين اللي جوه بعض ان هما شايفينك اصلا، يعني شايفينك، والانمي اللي شايفك بيبلغ الانميز اللي في الرينج بتاعه ان هما كمان يجوا لعندك. طبعا لو بصيتوا انا مشغل الستاتس بتاعت اللعبه، فالستاتس جايبه الفريمات والبرفورمانس بتاعنا ازاي. البرفورمانس مش احسن حاجه،
لان انا لسه برضو ما دخلتش المودلز اللي في بلندر اللي هي ال LODs بتاعت الاوبجكتس. وفي اوبجكتس كتير برضو لسه كنت مركز انها تبقى شغالة الاول، بعد كده اوبتمايز بعدين. فدلوقتي مثلا هتلاقي الفريمات بقت نص فريم في الثانية مثلا عادي. البولينج مثلا، البولينج ما كنتش لسه عامله، يعني كنت عامله كلوجيك بس ما نفذتوش على الرصاص مثلا، وما نفذتوش على الاوبجكتس اللي ظهروا قدامي. فدلوقتي الفريمات ديت كل حاجة في الماب معمولها لودنج، معمولها لودنج في الرام وفي الفي رام بتاعت كارت الشاشة وفي السي بي يو، بالذات بقى الحاجات اللي ايه الجراببل. فبس، شكرا.